ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. اول كده ما تهل روايح الشتاء الجميلة ويبدأ كده الجو يبرد ويسقع ونحس بلسعة البرد، بتيجي مشروبات الشتاء اللي ما بنستغناش عنها، ودي احلى حاجة في الشتاء وهي اللي بتدفي جدا. هعمل معاكم النهاردة اول حاجة من مشروبات الشتاء. هنعمل بودرة السحلب في البيت بطريقة سهلة وشوية مقادير كلها موجودة عندكم، وهنعمل منها كمان كوباية سحلب مظبوطة جدا، وهقول لكم ايه كل الاضافات اللي ممكن تضاف عشان تحليه كمان وكمان. بس لا، قبل ما ابدا معاكم الفيديو، لو انتوا اول مره تشوفوني فانا فاتن عوض، يلا بينا نعمل بودره السحلب في البيت. للمقادير عندي اول حاجه هحتاج كوبايه من دقيق الرز موجود في اي سوبر ماركت عادي جدا مطحون. باخد منه مقدار كوبايه بس، بنخله كويس جدا عشان لو في اي حبيبات خشنه احنا مش محتاجينها، عايزينه يكون ناعم زي الباودر. عندي هنا كمان هحتاج معلقتين كبار من جوز الهند الناعم، ما يعادل نص كوباية. هحتاج كمان هنا كوباية إلا ربع من النشا العادية، مقدار كوباية إلا ربع على الكمية اللي احنا هنعملها. هنحتاج كمان عندي هنا نص كوباية من اللبن البودر، ما يعادل برضو معلقتين كبار، وكمان نص كوباية سمسم، وعندي كمان فانيلا ورشة من الملح. هحتاج هنا كمان كوباية من السكر البودر على المقدار ده. هي دي كل المقادير اللي احنا محتاجينها، واحنا شغالين برضو هقول لكم ايه الاضافات اللي ممكن نضيفها كمان. هننزل اول حاجه بكل المقادير على بعض، دقيق الرز والسكر البودر والنشا وكل المقادير. عندي دقيق الرز والسكر كوبايه وكوبايه، والنشا كوبايه الا ربع، اما باقي المقادير نص كوبايه. هضيف كل حاجه كده على بعض وهنبدا نقلبهم مع بعض ونخلطهم كويس جدا. طبعا جوز الهند ده اساسي، هو والسمسم في بودرة السحلب، هو اللي بيديها الطعم الحلو زي اللي احنا بنشتريها من بره. وهوريكم كمان دلوقتي الكمية دي هتعمل كمية قد ايه، وازاي هي موفرة عن لو اشتريناها كمان من بره. اخر حاجة هنا ضفت انا رشة من الفانيلا وكمان رشة من الملح عشان كده تظبط لي الطعم. وهبدأ هقلب كل حاجة مع بعض كويس جدا. الفانيلا ممكن نستبدلها طبعا بمعلقة كبيرة أو معلقتين من بودرة الكريم شانتيه، هتديه طعم غني جدا وحلو كمان. وكمان ممكن نضيف فص كده من المستكة بنطحنه ناعم جدا ونضيفه مع المقادير. بقلب كده كل المقادير مع بعض، وزي ما انتوا شايفين شوية مقادير بسيطة من المطبخ عملت كمية من السحلب قد ايه. اهم حاجة بتأكد بس ان احنا قلبنا كل حاجة مع بعض، السمسم مع جوز الهند كل المقادير اختلطت كويس علشان تطلع لكم كده كوباية سحلب مظبوطة. احتفظوا بالخليط ده في برطمان وحطوه في المطبخ او في التلاجة. وزي ما انتوا شايفين الكمية عملت برطمان حجمه قد ايه، لو اشتريناه اصلا هيكون يعني سعره غالي جدا، تقدروا بقى تشربوا منه مشروبات باقي الشتاء. تعالوا نعمل بقى كوباية سحلب كده مظبوطة مع بعض. هحتاج كوباية من اللبن وبودرة السحلب اللي عملناها وشوية كمان من المكسرات. في الكنكة كده نزلت بكوباية اللبن، وعشان ناخد السحلب قوامه مظبوط مش خفيف ولا تقيل قوي، على المج بتاع اللبن او كوبايه اللبن هحتاج معلقه ونص من بودره السحلب. السكر اللي فيها هيطلع لكم كوبايه سكرها مظبوط، سكر خفيف. حابين تزودوا سكر زياده تقدروا تزودوا طبعا حسب الرغبه. بندوبه الاول على البارد كويس جدا، بتاكد ان كل حاجه دابت، وبعد كده بنرفعه على النار مع استمرار التقليب، ايدي فيه على طول بفضل اقلبه علشان ما يكلكعش معاكم ويطلع كده كريمي وناعم وبالقوام ده. شايفين؟ طبعا لو حابين اخف من كده تقدروا تقللوا الكميه، او لو اتقل تقدروا تزودوا كميه بودره السحلب. ونبدأ بقى نحطه في كوباية ونزينه بالمكسرات أو رشة من القرفة زي ما تحبوا. وصدقوني طعمه حلو جدا وريحته تجنن، أحلى من أي حاجة تشتروها من بره. جربوه في البيت، موفر جدا وسهل وبسيط، وزي ما شفتوا بيعمل معاكم كمية. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولسه ان شاء الله هنعمل كل مشروبات الشتاء في البيت، بودرة الهوت شوكليت وكمان حمص الشام والشاي الكرك والهوت ابل سايدر، وكل الحاجات الشتوية دي الحلوة هنعملها مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولسه معانا وصفات كتيرة جاية بإذن الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير ومتابعة كمان واشتراك في القناة. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض، أشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية، والسلام عليكم.